متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. انهيار مصادمة الإعلام المغربي بعد انتخاب الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن شاهد الصدمة. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى تصلكم جميع الأخبار. انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إلى من الجزائر وغيانا وسيراليون وسلوفينيا وكوريا الجنوبية لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين تبدأ في الأول من يناير القادم 2024. بينما أخفقت بيلاروسيا المتحالفة مع روسيا في حربها على أوكرانيا في الحصول على أي مقعد، وجرى انتخاب الجزائر وغيانا وسيراليون وكوريا الجنوبية بدون معارضة لعضوية المجلس المكون من 15 عضوا، هو المكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وفي المنافسة الوحيدة تفوقت سلوفينيا على روسيا البيضاء، وستحل الدول الخمسة المنتخبة محل ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة. وتحدث الإعلام المغربي عن انتخاب الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن، مبديا عدم رضاه عن الأمر، حيث وجهوا اتهامات لا داعي للجزائر، معتبرين أن الجزائر دائما ما تبحث عن طرق ملتوية لنيل مرادها. ما رأيكم بما قاله الإعلام المغربي؟ أجيبونا في التعليقات.